ونبدأ كالعادة بعرض المصادر التي استخدمتها في هذه الحلقات أو من المحاضرات في هذه السلسلة الأسبوعية. فأهم مصدر استعملته هو كتاب الدكتور جمال لبس الذي عنوانه وشنمكي إتيمولوجياي زماني كردي، صادر في سنة 2008. كتاب آخر للدكتور جمال رشيد أحمد عنوانه دراسات كردية في بلاد سوبارتو، صادر في بغداد في سنة 1984. كتاب آخر لنفس المؤلف دكتور جمال رشيد أحمد عنوانه ظهور الكرد في التاريخ، الجزء الثاني. هذا الكتاب هو عبارة عن 3 أجزاء. الكتاب الآخر أيضا للدكتور جمال رشيد أحمد، وهو مؤرخ كردي معروف وله كتب عديدة وأبحاث كثيرة. هذا الكتاب مكتوب باللغة الكردية وعنوانه لێکۆڵینەوەیەکی زمانەوانی دەربارەی مێژووی وڵاتی کوردەواری. حتى العنوان وضع دكتور جمال على شكل شعر، بيت شعري متوازن. نأتي إلى كلمة دمدمة. دمدمة هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية دمدم. دمدم تعني غضب أو ضربة عنيفة. على سبيل المثال قضاي دمدم تعني حسن الغضب. كلمة رواق. رواق معناها سقيفة للعبادة أو للدراسة. هذه الكلمة متأتية من الكلمة الكردية رواق، التي هي اسم مصدر لكلمة رو التي تعني وجه أو واجهة. فهذه معناها متأتية على سقيفة، يعني واجهة مبنى يتم تدريس المواضيع الدينية أو ممارسة الطقوس الدينية فيها. كلمة زمزم. هذه الكلمة معربة من الكلمة الكردية زمزم، التي تعني عين الماء النقي المتدفق، يعني ماء جاري ونقي. لعين ماء يعني نبع أو ينبوع. نبع ماء وماءه يكون نقي وجاري متدفق. لهذه الكلمة معنى آخر أيضا، هو ورد الدرويش أو ورد المعتكف. فمعناه مكان الإنسان العابد المعتكف. فمثلا كاني سبي الذي هو نبع ماء موجود في داخل معبد لالش المقدس عند الإيزيديين، يعرف أحيانا بآبي زمزم، أي ماء زمزم، لأن مياه هذا النبع تكون نقية صافية وتجري باستمرار. كلمة شيخ. كلمة شيخ هي كلمة كردية معربة
أصل الكلمة هو شاخ. شاخ التي هي في الأصل شاناخ، كلمة مركبة. شاناخ، شا تعني عظيم أو ملك أو عالي، قمة، مثلا شاه ملك. كلمة ناخ تعني تراب، أرض، وبذلك الشيخ يعني أرض الملوك أو أرض العظام أو أرض مرتفعة، أو ملك الأرض أو كبير الدولة. مع مرور الزمن تحولت هذه الكلمة إلى شاخ. شاخ تعني قمة، أعلى الجبل، شاخ. وأيضا شاخ له أيضا معنى آخر. معنى آخر يعني شاخ يعني قرن الحيوان، أيضا يسمى شاخ لأنه أيضا يرتفع على رأس الحيوان، فأيضا يسمى شاخ، أيضا للدلالة على القمة والارتفاع. حيث في زمن الخلافة العباسية دخلت الكثير من الكلمات الكردية والفارسية واليونانية إلى اللغة العربية، منها هذه الكلمة، كلمة شاخ، التي أصبحت بصيغة شيخ كصفة لشخص كثير العلم في علوم اللاهوت، خاصة العلم الإسلامي بمذهبي السني والشيعي. كما في قول العرب شاخ في العلم الفلاني، مثلا فلان شاخ في العلم، أي كثر علمه وكثير العلم. وأيضا شاخ له معنى آخر، أيضا قمة النباتات أيضا، وقصر عالي جدا أيضا تسمي، حيث في اللغة الكردية للجبل 3 أسماء، شاخ واحد من هذه الأسماء، وأيضا كيو أيضا اسم آخر للجبل، وتشيا اسم ثالث للجبل في اللغة الكردية. كلمة أخرى هي لجنة. هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية لجنة. لجنة متأتية من معنى تعني مجموعة من الأغصان الصغيرة المرتبطة مع البعض. وبمرور الزمن أصبح هذا الاسم لهذه المجموعة من أغصان الأشجار المتلاصقة مع البعض، بمرور الزمن أصبحت تستعمل كلجنة، مجموعة من الناس مشكلة لأداء عمل معين. كلمة طاووس، كلمة كردية مركبة من تا وووس. كلمة تا لها معاني عديدة، من ضمن هذه المعاني أنها تعني ضوء، تاو، فحرارة تعني حرارة، نور، حيث أن تا هي من الكلمات الكردية التي لها هذان المعنيان معا في الجمل التي تتواجد فيها هذه الكلمة، أي نور وحرارة.
وهذه متأتية من الشمس التي تعطي حرارة وأيضا ضوء. هذه الخاصية كما قلنا موجودة في الشمس التي تنثر أشعتها على الكرة الأرضية، وأصبحت مصدر الخير والبركة للبشرية، وأصبحت تدخل إلى الكثير من الأديان ومنها الإيزيدية. كلمة وس تأتي بصيغة وس، ودخلت إلى اللغة العربية بصيغة وس أيضا. جمع الكلمة في اللغة العربية هو طاووس، الذي يشير إلى اسم طائر. حسب التفسير الفلسفي، لها الآن أتكلم لطاووس معاني عديدة حسب تفاسير مختلفة. فحسب التفسير الفلسفي كلمة طاووس لها معنيان: أحدهما هو اسم لذلك الطائر الجميل الزاهي الألوان، الذي عندما ينشر ريشه، وبشكل خاص عندما يفتح ذيله الزاهي الذي يشبه شعاع الشمس، ولهذا سمي طاووس لأنه يشبه شعاع الشمس المشرق على الأرض. المعنى الثاني لكلمة طاووس هو معنى لغوي. ذلك المعنى الأول معنى فلسفي، المعنى الثاني هو معنى لغوي، حيث أن كلمة تاو كما ذكرنا تعني نور، كما في نور الشمس. عند الصلاة يتجه الإيزيديون نحو الشمس كقبلة، حيث أن ضوء الشمس هو رمز لإضاءة إيزد أي الروح، للوصول إلى نور التجلي الإلهي الخالق الأوحد. هذا التفسير يربطنا بفكرة وحدة الوجود التي هي طريقة تصوفية في الدين اليارساني والزردشتي. لذلك فإن كلمة ويس تعني في اللغة الكردية مطيع أوامر الله، وفي اللغة العربية اسم طاووس يعني عبد النور. في اللغة الكردية هناك الكثير من الأسماء المرتبطة بهذه الكلمة، مثل شاويس، أسماء أشخاص كرد، مثل شاويس أي عبد الملك، قرويس، يارويس، هذه كلها أسماء. يارويس يعني عبد الصاحب، والله ويس يعني عبد الله، وباويس، بيرويس، كاويس، عليويس، هذه كلها أسماء مأخوذة من كلمة ويس الذي يعني عبد أو عابد. طبعا العبد لا يعني عبد يعمل في منزل ويخدم عائلة أو أشخاص. عبد يعني عبد الله، يعني عابد متدين. هناك تفسير آخر لمعنى كلمة طاووس، حيث أنها تتألف من الكلمة تا التي تعني نور، وكلمة ووس التي هي إله آري، والذي انتقل فيما بعد إلى اليونانيين. هكذا بناء على هذا التفسير فإن طاووس يعني نور الإله، نور إله الآري. إلا أنه يتبين من التفسير السابق أن كلمة ووس هو تفسير مجازي، وهو وصف لشخص زاهد يشير إلى الإله، مثل كلمة الشاه أو الملك، أو يشير إلى شخص مثل الملكة، مثلا ملكة بريطانيا. إلا أن التفسير الأول لاسم طاووس الذي يعني عبد النور هو الأكثر تناسبا ومنطقيا لمعنى الطاووس في الدين الداثني أي الإيزيدي. من الجدير بالذكر أن كلمة إيست أو إيست تعني روح، وكلمة إيزدان تعني منبع الروح، إلا أن هذه الكلمة أصبحت إيزدان أو إزدان لتسهيل تلفظها وجعلها ذات موسيقى جميلة، والتي تعني تلك الذات التي تتحكم بجميع الأرواح، والتي هي الذات الإلهية. فبذلك كلمة إزداني
تعني روحاني، أي شخص زاهد، حيث أن اليزدانيين لا يهتمون كثيرا بالحياة المادية كما هو الحال بالنسبة إلى الإيزيديين واليارسانيين والزردشتيين. بالإضافة إلى هذا التفسير لكلمة طاووس، أيضا هناك تفسير تاريخي لهذا الاسم. فقسم من المؤرخين يقولون بأن كلمة طاووس متأتي من الإله السومري دموزي، وبمرور الوقت تغير دموزي إلى كلمة طاووس. الآن أعرض عليكم مجموعة من الكلمات المأخوذة من اللغة البهلوية، اللغة الكردية القديمة. قسم من هذه الكلمات يمكن قد مرت علينا، لكن في هذه المحاضرة أريد أن أذكر بعض الكلمات العربية المأخوذة من اللغة الكردية القديمة، فقط من اللغة البهلوية التي كانت اللغة الرسمية للإمبراطورية الساسانية. وطبعا اللغة البهلوية كانت موجودة قبل نشوء الإمبراطورية الساسانية، إلا أنهم بعد أن أسسوا مملكتهم تبنوا هذه اللغة. فكلمة اسطبل، هذه الكلمة متأتية من اللغة البهلوية من كلمة أسب تابيلة. أسب يعني حصان، تابيلة يعني مكان أو غرفة. فتصور قرب أو تشابه اللغة الكردية مع اللغة البهلوية التي هي اللغة قديمة، لغة كردية قديمة. فباللغة البهلوية نقول أس تابيلة. أصبحت هذه أس تابيلة في اللغة الكردية أس تويلة. تويلة نقول يعني اسطبل في اللغة الكردية. أوزار جمع وزر يعني القدرة، فهذه أيضا في اللغة البهلوية هي نفسها أوزار. فالعرب أخذوا هذه الكلمة بجمعها ووجدوا لها أيضا كلمة مفردة وهي وزر. بلوط أيضا مأخوذة من اللغة البهلوية. ففي اللغة البهلوية تسمى باروت أو بلوط. ففي اللغة الكردية أصبحت هذه الكلمة برو، فقط حرف التاء تم حذفه في اللغة الكردية. كلمة نقول كلمة يمكن هذه كلمة عامية، بس يعني كافي، نقول بس لا تتكلم. فهذه الكلمة أيضا متأتية من كلمة بست
البهلوية. وهذه أيضا في اللغة الكردية نقول بستن. بستن يعني نشد أو نربط أو نمنع شيء معين. أيضا كلمة بقشيش. بقشيش هذه عندما نذهب إلى مطعم ويأتي عامل المطعم يخدمنا، وبعد أن ندفع ثمن الأكل ندفع مبلغ قليل أيضا لعامل المطعم نسميه كبقشيش. وهذه الكلمة متأتية من كلمة بخشيش. البهلوية والكردية أيضا نفسها هي بخشيش. بخت. بخت يعني نصيب. هذه أيضا العرب أخذوا هذه الكلمة بصيغتها البهلوية والكردية. بخت بخت. بستان. بستان أيضا مأخوذة من الكلمة البهلوية بيستان. بيستان. فأصبحت في اللغة الكردية بوستان. بو باللغة هذه كلمة مركبة تتألف من كلمة بو يعني رائحة، رائحة عطرة، وكلمة ستان يعني مكان. مكان أو قطعة أرض ذات روائح عطرة، يعني مزروعة بالورود. بناء. بناء أيضا الكلمة العربية بناء متأتية أيضا من الكلمة البهلوية بنيات أو بنيات. وهذه أيضا لحد الآن هذه الكلمة باقية في اللغة الكردية بنيات.